درسنا اليوم ان شاء الله. وهاد الرشمه هذه اللي تلاحظوا هنايا رشمه بالطرز التركي على الكوزه، يعني في الكوزه على الكروشي. غادي نخدموا جميع ان شاء الله. لاحظوا انا خليت هنايا خدمت المهم خدمت هاد الكوزات هادو اللي عندي، خليت وحده باش نوضحها معكم. لاحظوا مزيان هاد الرشمه هذه خاصنا نخدموا، يعني خاصنا نديروا خطوط متوازيه. لاحظوا فين تندخل البرا، يعني في هاد القنت هذا ماشي داخل، ماشي هنايا على برا. انا كبرت هنايا الصوره باش تشوفوها مزيان. لاحظوا مزيان هي تتبان هنايا واضحه، يعني مشبكه. لاحظوا مزيان هنايا في هاد يعني في القنت عندنا هنايا. هذا هو السطر الاول ديال بدايه الكوزه، تنخليوه ما تنخدموش، تنجيو السطر الثاني. السطر الثاني في القنت ديالو ندخلوا البرا. عفوا لاحظوا غادي نمشي الجهه اللي منفصلها، نعتبروا هذا هو المعين. هذا هو المعين، يعني هاد البلاصه هذه هنا فين عندنا واحد، يعني ما غاديش نخدموا فيها. فين عندنا عمودين غادي نجيو، يعني النقطه اللي متقابله مع هاد النقطه فاش خدمت هي هذه. غندخل البرا، نمشي تاني الجهه الاخرى. لاحظوا مزيان غادي ندخل البرا تاني ونمشي الجهه اللي انفصل ليها. ونبقى غادا بنفس الطريقه. لاحظوا هنايا انا عندي غادي نحصل على 4 الخطوط، يعني خاص العدد يكون زوجي. 4 6 8. لاحظتوا انا كملت دابا هنايا بهاد الخطوط هادو. دابا غادي نمشي للجهه الاخرى اللي هي هذه. كذلك غادي نخدم بالجهه الاخرى، يعني هادو بالطول هادو بالعرض. غادي تقولوا لي تنمشي ونجي، يعني ما تندوش الخيط من هنا لهنا مباشره، لان هذا كروشي، يعني الا دوزت الخيط من هنا لهنا غادي يبان الخيط من التحت، غادي يبان لي هنايا. من الاحسن ما يبانش، يعني تنمشي تنجر الخيط حتى لهنا عاد نعاود نخرجه. نبقى غادا بنفس الطريقه نحصل على 4 الخطوط، وغادي يبقاو لي خطين 4 الخطوط عفوا، خطين لهاد الجهه ولهاد الجهه. لاحظوا دابا يعني غادي نجي للراس ديال هذا المعين هذا، غادي نخدم خط للراس المقابل ليه اللي هو هذا. نمشي للراس الاخر، غادي نجي تاني للنقطه اللي متقابله معها. لاحظتوا دابا ثاني غادي نمشي الجهه الاخرى اللي هي هذه، هذه النقطه اللي متقابله معها، ونمشي ثاني الثاني باش نحصل على خطين متوازيين. يعني طريقه سهله تنحصل على هذا الشكل هذا. لاحظوا مزيان
من بعد تنجي الوسط، هذا المربع هذا اللي حصلت عليه الوسط، لاحظوا مزيان ها هو، تندخل فيه البرا، تنقلب البرا، تنحاول ناخد هاد الخطوط كاملين، هاد الخيوط اللي عندي ما بين هاد الخطين المتوازيين. يعني الدرس التركي راه كاينين قنوات دايرين دروس خاصه بالدرس التركي، منهم قناه ادم. غادي نمشي تاني، لاحظوا مزيان، غادي نمشي تاني ما بين هاد الخطين المتوازيين اللي عندي في الجهه الاخرى، غادي ندخل تحت منهم ونجبد الجهه الاخرى، نعاود ندخل مره ثانيه، لاحظتوا صافي. من بعد غادي ندخل البرا لتحت، لاحظوا مزيان، لاحظوا هذا هو الشكل علاش تنحصلوا. من بعد لاحظوا مزيان عندي هنايا 1 2 3 4 5 6 ديال الخيوط، يعني غادي نهز 3 من كل جهه، يعني تندخل البرا نحاول نخرجها في المكان باش نعزل هذوك 3. دابا صافي غادي نخدمو عادي، يعني غادي نهزو خيط ونخليو خيط عادي درس تركي. لاحظوا مزيان، نمشيو الجهه الاخرى نهزو الخيط الاخر، بقاو غادي بنفس الطريقه. عفوا نسيت هذا ما كانش نهزو، ثاني غادي نهز هذا ونخلي هذا ونهز هذا، المهم نبقى نهز بواحد واحد واحد، نهزو واحد نخليه، يعني بالتناوب. نمشي الجهه الاخرى، نبقى غادا بنفس الخدمه، نحاول ندفع هاد الخيوط هادو اللي خدمت. لاحظوا مزيان، نهز هذا ونخلي هذا الخيط، نهز واحد ونخلي واحد، لاحظتوا بقى غادا بنفس الطريقه. وهنايا الحرير انا برمته على 3، بريم عادي، خدمت بالحرير العادي ديال القصبه. يعني طريقه سهله ورشمه تجي زوينه على الكروشي. وضحت لكم قبل طرز التويدات يعني على في الكوزه على الكروشي. دابا هاد الورده هذه اللي بالطرز التركي، نتمنى الدرس ينال اعجابكم. لاحظتوا غادي نزيد هاد المره،
لاحظوا دابا شنو غادي ندير. ما غاديش نخدم في هذا الخيط الاخير، يعني غادي نبدا غير من هادو، غادي نخدم غير على 4 الخيوط اللي عندي دابا. يعني دابا غادي نخلي هذا وغادي نهز هذا، نخلي هذا ونهز هذا. دابا عاوتاني بالتناوب. عفوا. دابا ثاني غادي نخدم في هاد جوج خيوط اللي بقاو لي الوسط. يعني مره هكا مره هكا. لاحظتوا غادي نكتفي بهذا القدر صافي. من بعد غادي ندخل البرا من هنا لتحت بلا ما نقطع الخيط حيت باقي عندي طويل. غادي نجي الجهه الاخرى. لاحظوا فين غادي نجي، يعني لهاد الربع الفوقاني اللي هو هذا. صافي غادي ندير نفس العمليه، يعني غادي نخدم في هاد 6 الخيوط، 1 2 3 4 5 6. يعني غادي نهز خيط ونخلي خيط بنفس الطريقه. مره نبقى نهبط هاد الخيوط هادو عندي هنا. المهم غادي نكتفي بهذا القدر. من بعد ملي غادي نكمل هاد الربع هذا غادي نجي للربع الثالث، من بعد الربع الرابع. لاحظتوا الشكل كتيجي. هذه اللي خدمت معكم دابا ها هي. اللي مهم هو ان هذا عدد الخيوط يكون عدد زوجي. يعني انا هنا الكوزه عندي المهم 1 2 3 4 5 6 فيها 6 ديال السطوره. 6 ديال السطوره. خاص العدد يعني الكوزه تكون العدد السطوره ديالها يكون عدد زوجي. نتمنى الدرس اليوم يكون مفهوم وواضح. لاحظوا الشكل ديالها كتيجي. وكما العاده ما تنساوش الاشتراك في القناه.